هعمل 100 فيديو ل100 مكان رحتهم في القاهرة، وده أول مكان. فأهلا بيك من المتحف المصري الكبير، بحييك. تذكرة الدخول للمصريين 200 جنيه وللأجانب 1200 جنيه. المتحف مفتوح يوميا من الساعة 9 للساعة 5، وبيضم حوالي 100,000 قطعة أثرية، ويعتبر هو أكبر متحف في العالم، رغم إن لغاية دلوقتي لسه أهم القاعات بتاعته ما اتفتحتش زي قاعة توت عنخ آمون. أنا قدرت أدخل 12 قاعة أثرية، وكانوا روعة في التنظيم وشكل القطع النادرة اللي كانت أول مرة تتعرض. وطبعا عديت على الدرج العظيم وخدت صور جنب تماثيل الملوك. هتلاقي مناظر كتير حلوة تاخد فيها صور، ده غير طبعا الفيو بتاع الأهرامات. ولو معاك أطفال هيستمتعوا بالعروض الموجودة جوه المتحف، وفي متحف كمان مخصص جوه للأطفال. في منطقة كاملة وكبيرة هناك للمطاعم والكافيهات والشوبينج. المكان مش ناقصه أي حاجة، وكلنا مستنيين يوم الافتتاح الرسمي اللي هيخلي العالم كله يتكلم عنه. المتحف مكانه قريب جدا من الأهرامات، يعني تقدر في يوم واحد تزور الأهرامات وبعدها تروح المتحف. دي كانت تجربتي مع المتحف المصري الكبير. لو رحته قبل كده اكتب لي رأيك عنه، ولو عندك اقتراح لمكان اروحه اكتبهولي في كومنت. ولو بتحب الأماكن القديمة والسفر ما تنساش اللايك والشير والفولو.